في تاني حلقات مسلسل البيك فايف يحسم سعد سمير بالتخصص مباراة سموحة العنيد في الوقت المفضل له، في الوقت نفسه اللي النادي اللي بيدعي ان هو منافسنا التاريخي مش عارف يكسب أسوان متزيل الترتيب في الدوري الممتاز. حسام البدري بدأ بتشكيلة 4-2-3-1 المعتادة، في حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد هاني باك يمين، حجازي وسعد سمير أسدين دفاع، خيال علي معلول باك شمال. قدامهم في نص الملعب الجوكر وحسام عاشور، قدامهم مستر اسيست عبد الله السعيد، على يمين وليد سليمان وعلى شماله جونيور اجاي، وراس الحربة مروان محسن. بالرغم من تشابه قوة سموحة ومصر المقاصة، إلا إن كابتن حسام البدري نزل الماتش دوت على العكس تماما من بداية ماتش المقاصة. كل اللعيبة كانت واخدة تعليمات بالضغط على سموحة من أول دقيقة، ووليد وأجاي كانوا متحررين هجوميا وأدوارهم الدفاعية كانت أقل من ماتش المقاصة بكتير. الضغط ده استمر لغاية حوالي الدقيقة 26، واللي كان هيتوج المجهود بتاع اللعيبة بتاعتنا في الوقت ده هو هدف يعبر عن سر اللقاء، بس للأسف ما حصلش نصيب. في الدقيقة 27 سموحة عملت هجمة على عكس سر اللقاء تماما ناحية علي معلول اللي مش في حالته بقاله فترة. الهجمة دي أنا بعتبرها نقطة تحول في اللقاء، لأن بعد الكرة ما جت في العارضة وصلت رسالة تهديد مباشرة للأهلي وحسام البدري أجبرت الأهلي إنه بدل ما كان فاتح خطوطه وبيهاجم لقدام إنه يتراجع نوعا ما، وادت حافز وثقة لفريق سموحة واللعيبة بإنهم يبادروا هجمات قدام لعيبة الأهلي ويلعبوا ند بند دون خوف ولا رهبة. بعد نقطة التحول دي سموحة فضل الضغط على الأهلي، وبالتحديد من ناحية شمال الأهلي اللي بعتبرها نقطة ضعف كبيرة في دفاعاتنا، وكان ذكاء بصراحة من فريق سموحة وحلمي طولان إنهم يستغلوها، ولولا ستر ربنا وقلة توفيق هجوم سموحة كان هيدخل فينا على الأقل جول في الوقت ده. الأهلي تماسك ورجع تاني يفرض كلمته وشخصيته على أرض الملعب على نهاية الشوط الأول من بعد الدقيقة 40، وكنا قريبين جدا من إننا نخرج من الشوط ده كسبانين لولا سوء حظ حجازي. الشوط التاني بقى كان سجال، الكرة كانت رايحة جاية، هجمة لسموحة وبعدين هجمتين للأهلي وبعدين هجمة لسموحة تاني وبعدين هجمة للأهلي تاني، وهكذا. ممكن نسميه شوط تضييع الهجمات. ما كانش فيه فرقة معينة فرضة كلمتها بشكل كامل على الفرقة التانية. يمكن الأهلي عمل كده من بعد الدقيقة 75، بس قبل كده الكرة كانت رايحة جاية. وبعد تضييع كم مش بسيط من الفرص السهلة حسيت ان الماتش ماشي في اتجاه مش كويس، لغاية ما جالنا فاول في الدقيقة 92 نفذه السعيد وسعد سمير كلاكيت تاني مرة بالتخصص يخطف لنا الفوز قدام سموحة وينجح في اللي فشل فيه مهاجمينا طوال 93 دقيقة. سعد سمير بيثبت لنا ان روح الفانيلا الحمراء ما بتنتهيش. روح الفانيلا الحمراء مش مرتبطة بأسماء، بالعكس روح الفانيلا الحمراء بيتوارثها لاعبي الأهلي جيل بعد جيل. تغييرات الماتش الأول كان خروج أجاي اللي مش في حالته وفعلا طلع مصاب بكدمة، ونزول مؤمن زكريا في الدقيقة 51، وبعدين خروج وليد سليمان ونزول كريم ندفد، وهو تغيير روتيني مركز بمركز. يمكن الحاجة الوحيدة اللي استفدناها من التغيير ده الكرة اللي أنقذها ندفد أول ما نزل. وبعدين في الدقيقة 71 خروج أحمد حجازي مصاب ونزول محمد نجيب مكانه. خلونا نتكلم بقى عن اللعيبة ومستواهم في الماتش ده بشكل مفصل شوية. إكرامي لم يختبر على الإطلاق، والكور اللي جت عليه يا إما خرجت من فوق العارضة يا إما حد من اللعيبة طلعها، وفي واحدة كده جت في القائم، فما نقدرش نحدد مستواه في الماتش. محمد هاني بقى بيقدم أسوأ ماتشاته على الإطلاق الموسم ده، سواء كانت دفاعيا أو هجوميا، بس بالتحديد دفاعيا. هاني كان أحد أهم الأسباب الرئيسية في نقطة التحول بتاعة الشوط الأول اللي اتكلمنا عنها في الدقيقة 27، لأنه ساب الراجل يشوط وهو مستريح تماما، وياريته فاق بعد الكرة دي، بالعكس فقد تركيزه أكتر وأكتر، وكان بيعمل تغطية عكسية من أسوأ ما يكون، مش بيشترك مع المهاجمين ومريحهم تماما. أحمد حجازي من رجال المباراة النهاردة. حجازي شال كام كورة أهداف محققة، غير كده مشاركته الهجومية في الكور الثابتة فعالة جدا، وناقصه بس التوفيق علشان يجيب جوال. حجازي وجوده في الملعب
بيطمن كل الاهلاويه على الدفاع. وخروجه النهارده مصاب زعلني جدا جدا، وقريت ان الاصابه شد في الخلفيه، والكلام ده لو صح يبقى حجازي على الاقل هياخد له 10 ايام، وده شيء مقلق. ربنا يرجعه لنا بالسلامه. سعد سمير بقى هو جرينتا الاهلي، اللاعب اللي ما بيفقدش الثقه لحد اخر ثانيه. ومعلش انا هعتبره النهارده نجم الماتش الاول، لانه عمل زي اكرامي في ماتش المقصه اللي فات، جاب لنا نقطتين مهمين جدا كانوا هيطيروا في الهوا. علي معلول مجهد بدنيا وفنيا جدا من كترة الماتشات، ومحتاج يستريح ماتش ولا حاجة ويرجع لنا تاني فايق زي الأول. حسام عاشور الجندي المجهول دائما وأبدا. يكفيني ان اقول لكم انه اكتر لاعب استخلص كورة من المنافس في الماتش. الجوكر احمد فتحي بقى ده حكاية تانية خالص. زي ما قلت عليه قبل كده، هو اهم لاعب في الفريق الفترة دي. وجوده في نص الملعب بيديك حلول كتير. احمد فتحي في الهجوم موجود، احمد فتحي في الدفاع موجود، في نص الملعب موجود، على اليمين موجود، وعلى الشمال برضو موجود. احمد فتحي بيلعب بمجهود ينفع توزعه بدون مبالغة على 4 لعيبة، ما شاء الله عليه. بالمناسبة هو من اسباب فوز النهاردة، لانه في الدقيقة 92 كان في كرة مرتدة على الاهلي، ارتد هو كمان قطعها بدون ما يعمل اي خطأ مع لاعب سموحة، واداها المستر اسيست اللي خد فاول ونفذه، جبنا منه الجول في الدقيقة 93. عبد الله السعيد هو كان السبب الرئيسي في استحواذ وضغط الاهلي في بداية الماتش لغاية نقطة التحول، وبرغم بطئه واجهاده الا انه المتحكم الرئيسي في رتم هجمات الفريق، واي كرة بتطلع من رجله بتشكل خطورة. صدق اللي قال عليه مستر اسيست. الحاول الماتش ده كان مختفي مش زي الماتشات اللي فاتت، وجونيور اجاي ما كانش مركز، وزاد عليه اصابته اللي خلته ما كانش عارف يستلم الكرة صح. وبيتهيألي سبب الاصابة دي التحامه مع المدافع الافريقي بتاع سموحة اللي الحكم ما اداهوش فيها انذار حتى مع انها كانت لعبة خطر. مروان محسن لسه ما رجعش زي قبل الاصابة، بيجيله كور كتير وبيضيعها، منهم كورة لو هو نفسه قاصد يضيعها مش هيعرف. اجتهد اكتر يا مروان. مؤمن نزل نشط الدنيا وعمل كام كورة حلوين جدا وصل بيهم نفسه وزمايله وملا مكان اجاي. ندفيد بالنسبة لي ما عملش اي حاجة بعد ما نزل غير انقاذ الكورة دي. ونجيب هو الجندي اللي بيسد في الازمات، دايما لما بتحصل اصابة ولا حاجة بنلاقيه موجود. الاداء مش حلو، يمكن بنكسب، ايوه، بس هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نكسب وناخد ال3 بونت. الحمد لله عدينا اختبارين من اهم 5 اختبارات في الدور الاول، اتبقى 3 اختبارات ما يقلوش اهمية عن الاختبارين دول، نركز فيهم ونكسبهم علشان هيفرقوا معانا قوي في الدور التاني. خلينا دايما نفكر نفسنا ونقول الدوري يا اهلي
لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك وشير في الخير علشان توصل لأكبر عدد من الناس، وسبسكرايب في القناة لو انت جديد عشان تشوف الجديد أول بأول، ولايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك. ولو عايز توصل لي هتلاقي كل أكونتاتي الشخصية وصفحة البرنامج في صندوق الديسكريبشن تحت. كان معاكم هيما تيوب. واوعوا تنسوا انشروا الإيجابية. سلام.